مبروك لكل الاهلاويه، الف مبروك يا جماعه النادي الاهلي، وكل اهلاوي جدع وكل اهلاويه جدع معانا على البيدج. مبروك يا جماعه النادي الاهلي اللي مشرفنا. احنا الاهلي، احنا الاهلي، اكملنا خلاص الدستة. فرق بينك وبين التاني كوكب تاني. اهلي يا جماعه في حته تانيه، الاهلي في حته تانيه، احنا الاهلي. فهمت يا جماعه كده بسرعه تحليل المباراه دي، مش هتكلم فني خلاص. احنا خلاص النهارده، خلاص احنا النهارده فرحانين ومبسوطين، بس شويه حاجه كده نقولها الكوره بسرعه كده. ماتش النهارده انت ليه رضا سليم ليه بعيد عن التشكيله؟ يعني تاو كتر خير، كتر خير يا عم تاو، كتر خيرك يا عم تاو قوي كده معانا بصراحه. تاو مستواه وحش جدا جدا، واللي مبين وحشته مستوى هاني. فالجبهه اليمين عندنا ما بتشتغلش، وادي علي معلول مصاب، فعندك انت بتلعب اصلا من غير جناحات ومن غير باكات، فتاو وحش جدا جدا. النهارده في ماتش الاهلي والترجي مش ان يطلع او ما يطلعش، اصلا من البدايه ما يبداش اساسا، ما يبداش. ما ينفعش يبقى عندي ورقه زي رضا سليم وقعده بره. ليه الماتش النهارده انت عايز تعمل دلوقتي الترانزيشن او التحول؟ هتعمل تحولات دلوقتي على مين؟ على سرعات رضا سليم وحسين شحات ومعاهم وسام. دلوقتي كل اللي بيحصل ايه؟ بتروح لحسين شحات، في شحات بيعمل دريبل بيروح ومعاه امام عاشور. الناحيه الثانيه بتعمل التحول على تاو يعمل ايه؟ ياخد الكوره ويرجع تاني، يعني بيعمل تحول، بدل التحول من الدفاع للهجوم بيعمل العكس، التحول من الهجوم للدفاع. يعني تاو كان عبء جدا جدا النهارده، ونقطه ضعف واضحه جدا النهارده في الاهلي، وصبر عليه كولر كتير قوي. واللي يغيظك بقى اكتر ان هو خارج زعلان. يا عم ده كتر خير كولر اصلا ان هو بيلعبك. فرضا سليم النهارده لازم يبدا، مش عارف ما اعرفش ليه ما لعبوش. طيب تاو خرج النهارده، نزل بقى رضا سليم، لا عمل تغيير عجيب محدش فهمه. نزل ديانج مكانه. الناس كلها طب يا جماعه هيلعب باربعه نص ملعب؟ لا، اول ما نزل على طول انا هرش دماغه، عمل على طول سويتش ولا مركزيه وتبديل داخلي جوه ارض الملعب. عمل ايه؟ جاب حسين شحات من وينج ليفت خلاه وينج رايت، اللي بقى كتير جدا ما لعبهاش. فانك تلعب في ماتش زي ده النهارده كده مش عارف. وخليت امام عاشور يلعب وينج ليفت عشان ما ينفعش تستغنى عن امام عاشور، وخليت الثلاثه بتوع نص الملعب ديانج ومروان واكرم توفيق. اكرم يا جماعه نجم من نجوم المباراه، ممكن كان هو خدها دلوقتي مان اوف ذا ماتش، الله اعلم لسه مش عارف. حلو كده. خلى النهارده امام عاشور النهارده يلعب. لا لازم النهارده اغنيه تشتغل يا جماعه، الاهلي انا مبسوط شغال معانا الاغنيه. فامام عاشور النهارده لعب وينج ليفت. طيب امام عاشور يلعب وينج ليفت ده احسن حاجه ليه؟ لا. ليه؟ افقدته الميزه بتاعت امام عاشور. امام عاشور من ضمن مميزاته ايه؟ دريبل بالكوره ويروح خطير جدا. لكن دلوقتي وقفته دلوقتي وينج ليفت. طب مين بقى اللي هيوصله؟ مين اللي هيوصله؟ وده انت ريحت فيها الكارتوزه شويه. فالتغيير اللي عملته ده يا كولر ما كانش افضل حاجه، وده خلاك في الاخر تنزل مكانه طاهر. طيب دلوقتي انت لما عملت التغيير ده نزلت قفشه ونزلت كهربا، فتحت شويه نص الملعب، خلاك بعد كده تنزل في الاخر ياسر ابراهيم. النهارده كان كولر مصحصح في الماتش، كان ماسي الماتش كوارتر. بس هي الكسب بس بتاعت امام عاشور دي ما تعملهاش تاني عشان بتفقد ميزه امام عاشور. فيا جماعه عايزين يقولوا النهارده كولر خد البطوله رقم 12 في تاريخه، والبطوله رقم 12 في تاريخ الاهلي في الشامبيونز ليج الافريقي. احنا اكملنا الدسته، احنا الاهلي ده رقم واحد، اقرب منافسين ليه وياخد 5 بطولات، وهو مين؟ نادي الزمالك. اهلي والزمالك يا جماعه شرف الكوره الافريقيه. يا جماعه لما نختم لازم نشكر اخواتنا التوانسه، بنحبكم برشا وبنحترمكم برشا. شكرا يا جماعه لكل اصدقائي التوانسه اللي كلمونا على مدار الايام اللي فاتت وشكرونا على الخاص، وتمنوا لينا كل التوفيق. ودلوقتي بيشكرونا وبيهنونا ان احنا كسبنا الترجي وخدنا الاميره رقم 12، وان شاء الله كل التوفيق للترجي، بس بعيد عن الاهلي حته ثانيه خالص. حته ثانيه خالص يا جماعه. احنا الاهلي، ودايما يا كباتن الاهلي فوق الجميع. ومن بكره هنقول لكولر الدوري يا كولر. سلام.